حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة بقى هنقول لكم اخر يوم واخر سهرة في فندق بارادايس سوما بي. النهاردة كانت الحفلة كانت جميلة قوي وممتعة قوي، وكان لازم انقلها لكم على اجمل وجه. انا في الفيديو ده انا مش هتكلم كتير، انا هسيبكم تتبسطوا وتستمتعوا مع اجمل شباب وشركة الانيميشن. العرض الجميل اللي كانوا عاملينه لنا كان بناء عن طلبي، لاني انا ما كنتش اليوم اللي قبل منه ما كنتش مبسوطة من الحفلة، وما كنتش متعودة على الشيء دوت اللي هو انا كل يوم بيبقى فيه حفلة بفكرة جديدة، واليوم دوت ما كنتش مبسوطة جدا. فالمدير لما عرف ان انا مش مبسوطة زي ما فهمتكم ان الدنيا هناك بس يعرفوا ان انتم متضايقين من اي حاجة، فبيحاولوا يغيروها وبيحاولوا يبسطوكوا على اجمل وجه. ف فمدير الفندق قال الانيميشن قال لازم تعملوا حفلة بكرة عشان خاطر مش عايزين حد يمشي وهو زعلان مننا. وده كان بالنسبة لنا كان اخر يوم، فكان ده كان اخر يوم، وبصراحة كان اجمل يوم وكنا مستمتعين جدا كبار وصغار. وطبعا انتوا هتشوفوا الكلام دوت في الفيديو. آه، دول الانيميشن بتوع الفندق نفسهم، فكانوا عاملين الحفلة دي كانت جميلة قوي ورائعة قوي، وكان كله مبسوط. انتوا بنفسكم هتشوفوا الكلام دوت. انا مش هتكلم كتير في الفندق في الفيديو ده، لكن هسيبكم تستمتعوا وتشوفوا قد ايه الفندق كان قايم على اسعاد الجميع، كان كبير او صغير. وفعلا لما بيكون العدد او الفندق صغير، هو مش صغير بالمعنى المقصود، بس هو فعلا بيقدر، يعني لما بيكون العدد محدود في الفندق بيقدر يسعد الجست بتاعه. ففعلا انا كنت مستمتعة قوي اليومين دول، بس اللي كان مضايقني الحر والشمس. طبعا احنا طالعين في عز الموسم او السيزون، ففعلا كانت الدنيا شمس جدا جدا. بس بصراحة كانت الشمس كانت حنينة عن الفترات يعني اللي قبل كده اللي كنا بنطلعها. الشمس ما كنتش بقدر اخرج من الأوضة، لكن بصراحة في الفترة دي كانت لا الشمس إلى حد ما زي مصر هنا، يعني زي الجو بتاعنا هنا، بس زيادة حامية شوية يعني. لكن كان الجو كان جميل وكنت مستمتعة جدا، ما كنتش متضايقة من الشمس بالدرجة اللي هي يعني. هسيبكم تستمتعوا وهتشوفوا قد ايه الحفلة كانت جميلة. طبعا الحكاوي غير اما بكوني في نفس المكان هتحسي بالسعادة اكتر واكتر، بس انا حبيت اسعدكم معايا على قد ما قدرت، وعلى قد ما قدرت ان انا انقل لكم الايام الثلاث ايام بتوعي. انا ما صورتش كتير لاني مش كنتش عايزة اكرر نفسي. هي الصور هي الحاجة. لا، انا نقيت الحاجات اللي هي جديدة شوية، او مثلا زي الحفلة بتاعة البسين. آه وحبيت برضو اعرفكم على المكان على قد ما قدرت. آه كانوا 3 ايام ممتعين جدا وكنت مبسوطة جدا، والحمد لله الواحد قدر يخرج طاقة لحد ما. وزي ما انتم شايفين هم ابتدوا يرقصوا مع، يعني الانيميشن شغال على المسرح والجست شغال تحت ما شاء الله. كانت حفلة كانت جميلة قوي. هسيبكم تتفرجوا وتستمتعوا على قد ما تقدروا، او على قد ما الاحساس بيوصل لكم. انا كان نفسي تكونوا معايا، وشكرا لكل اللي تعب معانا وقدر يسعدنا ويوصلنا ان احنا نضحك من قلبنا. شكرا. بجد تعبوا قوي، تعبوا قوي 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 قوي، ما بطلوش اكتر من ساعتين بصراحة، والكل كان مبسوط صراحة، كله كان مبسوط. طبعا الفيديو مش محتاج تعليق، لاني هي مجرد حفلة
بس انا عايزه انقل لكم قد ايه الدنيا كانت مبسوطه وكانت سعيده. الحفله دي بتبقى بعد العشاء آه، بساعه، لان في حفله اللي هي بتاعه الاطفال انا نقلتها لكم صورتها لكم. بعد حفله الاطفال دي بتبتدي الشو بتاع الكبار والصغار، يعني مش صغيرين بس او كبار بس، لا هو بيبقى الكبير والصغير. ده الشو ده كان اخر يوم لينا في الفندق. انا نفسي يا جماعه اللي يتفرج على الفيديوهات بتاعتي وتعجبه يا ريت يشترك في القناه آه، ويدعمني فضلا وليس امرا، اكون شاكره يعني. ويا ريت التعليق بيبسطني جدا والله، بحس ان فعلا في حد بيتواصل معايا. والكومنتات اللي بتفرح قلبي طبعا. ويا ريت اللايك بالله عليكم، ارجو الاشتراك واللايك. نزلوا بقى في وسط الجست بقى، سابوا المسرح ونزلوا في وسط الجست، وهوريكم قد ايه الدنيا كانت مبسوطة وقد ايه الدنيا كانت جميلة. الواحد نفسه في الايام دي على طول ما يفضلش شايل هم اكل ولا شرب ولا نزول ما جايب حاجة ولا روتين، ولا الواحد هناك كان مصفي دماغه تماما تماما، ما كانش بيفكر في اي حاجة غير انه يبسط نفسه بس مش اكتر، او يصفي نفسه مش اكتر. ربنا يديم علينا راحة البال يا جماعة، ربنا يريح قلوبنا جميعا يا رب، ويسعدكم ويفرحكم، ويبارك لكم في أولادكم وفي حياتكم، ويديم عليكم السعادة، اللهم امين يا رب العالمين. الراحة حلوة قوي يا جماعة، متحرموش نفسكم منها، حاولوا تاخدوا قسط من الراحة كده عشان دماغكم ما تفضلش شغالة 24 ساعة، وجسمكم ما يفضلش 24 ساعة شغال. حاولوا تاخدوا هدنة، تاخدوا فاصل. الواحد محتاج كتير قوي راحة. انا واحدة من الناس ما بعرفش ارتاح او ما بحبش الراحة، بس في الفترة اللي انا فيها دي محتاجاها جدا. الواحد بيكبر مش بيصغر، والحمد لله على النعمة. اديكوا شايفين بعينيكوا قد ايه الفرحة، وقد ايه الاندماج معاهم، وقد ايه الكل كان صغير وكبير مبسوط زي ما انتوا شايفين. جميع الاعمار موجودة قدامكم، كله بيرقص وكله مبسوط، كله محتاج ان يغير جو ويغير طاقة والحمد لله ان ربنا بيقدرنا ناخد يومين كده قسط من الراحة زي ما بيقولوا. الحمد لله. لو مش في امكانك انك تسافري في اي جنينة، ممكن تعملي اي اكل او اي وجبة وتاخدي اولادك وزوجك وتطلعوا للجنينة دي تاكلوا هناك مثلا. غيروا جو، غيروا مود. مش لازم ان احنا نسافر، مش لازم ان احنا مثلا نرهق روحنا في مصاريف وسفر وحاجات. في حاجات بسيطة قوي ممكن تخليكي برضو تبقي مبسوطة وسعيدة. وعلى قد ما تقدري حاولي تسعدي بيتك واولادك، وعلى قد امكانياتك امشي، وربنا معاكم. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.